أهلاً بيكم في الموسم الثاني من برنامج بيزنس في كلمتين اللي بنجاوب فيه على أهم أسئلة بتشغل البيزنس أونرز في مصر. وإحنا لسه بنتكلم عن موضوع التمويل والخدمات غير المالية. لما بنيجي نفكر في تمويل لشركتنا بيبقى قدامنا اختيارين، أو بالأخص بيبقى قدامنا حيرة: هنمول عن طريق الدات ولا هنمول عن طريق الأكويتي؟ الدات أو التمويل عن طريق القروض ده حل مناسب للشركات اللي عندها كاش فلو كويس، يعني عندها تدفقات نقدية، بتبيع ففي إيرادات، بتحصل كويس، عندها الكاش فلو، فبالتالي تقدر إنها تسدد الأقساط في مواعيدها. ده نفس مثال القروض البنكية أو التسهيلات الائتمانية. والميزة اللي هنا إنه بيبقى على الشركة عبء إنها ترجع، ولكن ملكية الشركة تخصها هي بتاعتها 100%. نيجي بقى للتمويل عن طريق الأكويتي اللي هي ملكية الشركة. ده حل مناسب جدا للستارت ابس، للشركات الناشئة اللي محتاجة تنمو وتنتشر في السوق بسرعة كبيرة جدا. المستثمر هنا بياخد حصة من الشركة بدل ما ياخد اقساط شهرية. الميزة هنا بالتالي الانتربرنور بيستفيد بإيه؟ بيستفيد بالخبرة، بيستفيد بالفلوس، بيستفيد بشبكة علاقات، ولكن بيشارك الملكية بتاعته مع المستثمر. لو أنا شركتي هدفها توسع سريع، دخول أسواق جديدة، فيها innovation component قوي، فيها changing technology، السرعة دي VCs أو الأكويتي هتبقى هي الحل المناسب ليا. طيب هوصل VCs دول إزاي؟ هنوصل VCs عن طريق انتشارنا أو علاقاتنا القوية بالإنكوبيترز والأكسلريترز زي ما اتكلمنا في حلقة قبل كده. لو أنا شركتي قائمة مستقرة، عندها positive cash flow، عندي healthy revenues، في الحالة دي الدات فاينانسينج هو المناسب لينا. هل شركتك جاهزة للتمويل عن طريق البنك الأهلي المصري؟ البنك الأهلي المصري بيهتم جدا بالتمويل المستدام، وعندنا كريدت لاينز بتساعد وبتقوي الشركات في النمو بتاعها في المرحلة دي. الكريدت لاينز للتمويل المستدام بيبقى عندها فوكس يا إما على الجرين فاينانس، يا إما كومبوننت زي الشباب الأعمال. كريدت لاينز دي بيبقى ليها فوائد ميسرة، وبيبقى معاها دعم فني للشركات لمساعدة الشركة على التطور والنمو السليم، وبالتالي التطور ده بيسمح للشركة إن هي تقدر إن هي ترجع الفايدة بتاعتها وتلتزم وتتوسع بطريقة سليمة. وفي النهاية التمويل مش بس اختيار بين دات أو أكويتي، التمويل أهم حاجة فيه الشراكة، لازم نختار كويس. البنك الأهلي المصري بيشتغل مع شركاء دوليين ومؤسسات تمويل تنموي عالمية علشان يقدر يوفر حلول تمويل متنوعة للSMEs. الحلول دي لازم تربطنا بالبست براكتسز في العالم وتفتح لنا فرص أكبر للنمو.